الحضارة المغربية هي واحدة من أغنى الحضارات في العالم العربي وكذلك الإسلامي، بل وفي شتى أنحاء المعمور. المغرب يا جماعة الخير بلد عريق وحضارته عريقة وقديمة، وما تعرف المغرب إلا إذا زرته من الداخل وبقيت فيه فترة واحتكيت في الناس. أهل المغرب أهل كرم وجود وضيافة، عندهم طريقة في الكرم عجيبة غريبة. المغرب كنت مع الرئيس الراحل ومع مجموعة هناك عندهم كرم فظيع وطقوس للطعام. عدد المفارش اللي على الترابيزة بيبين عدد الأطباق، مع كل طبق انا اعرف انه الشوك والمعالق والسكاكين هي اللي لا اظن اكرم مائده على الارض هي المائده المغربيه، وكل حاجه بقى موجوده. وكان الملك الحسن كان يعني لغته العربيه رفيعه. كان يقول له جئتنا وقد تمكنت منا اواصر المحبه ولواعج الشوق. يعني غريب ان فيه ملك مؤهل يجيد العربيه بالطريقه دي، لان هم متعلمين الأسباب متصلة بالإسلام بالدرجة الأولى، أنه هو أمير المؤمنين. المغرب المعروف بأحيدوس، المعروف كذلك بفن التبوريدة، معروف كذلك بهذه الفرق الموسيقية العريقة واللي كتمثل التراث المغربي الأصيل في الأطلس. في هذا الفيديو سنشاهد عبيدة الرمة، اللي هي فرقة مغربية تنتمي إلى منطقة خريبكة بالملال. بالمناسبة لا يجب على المغاربة أن يخجلوا أبدا من هذه المدن، لأنها مدن تراثية أصيلة شاركت كذلك في مقاومة الاستعمار الفرنسي وكذلك الإسباني للمغرب، وقبل ذلك جميع الغزوات التي قادتها الدول الأعداء على المغرب طوال تاريخه. في هذا الفيديو هذا غادي نشوفوا فرقة عبيدة الرمة وسط الأمريكيين في شارع منهاتن، اللي هو أشهر شارع في مدينة نيويورك الأمريكية. وشوفوا معايا الأمريكيين كيفاش ضاحكين كيفاش ناشطين بهذه الفرقة الموسيقية.
الفنيين.
أشكركم على المشاهدة، وحبذا لو تشجعونا بلايك واشتراك في القناة تشجيعا لنا على تقديم المزيد. شكرا لكم مرة أخرى.